مرحبا، وصفة اليوم راح تكون هي البامية، بس راح نسويها بالبامية المفرزة. يعني مرقة البامية اليوم بالبامية المفرزة. هنا أنا عندي كمية من البامية، عندي الطماطة، عندي المعجون، عندي لحم غنم مهروس هرسة عظيمة، وأيضا هنا أنا عندي اللمندوزي الثوم، وعندي الملح، عندي كمية من التمر. راح تكون هاي حسب رغبتكم، ما أقدر أحدد كمية عليكم. بالبداية هسه راح نعصر الطماطة. أول شيء نقطعها قبل لا نعصرها، خليتها بمصفي. عصير الطماطة صار جاهز، كملناه. هسه نروح للطباخ حتى نكمل الخطوات الباقية. خلينا زيت بالجدر، نزلنا الثوم وراح نبدي نشوح به. ايضا راح ننزل وياه الباميه. وبعد ما نزلنا الثوم شوحناه شويه، بعدين ننزل وياه الباميه، ايضا راح نشوحها. بعد ما شوحنا الثوم والباميه هسه نزلنا المعجون وراح نبدي نحمسه وياها نسويه. بعد ما شوحنا الثوم والباميه والمعجون هسه نزلنا عصير الطماطه، طوطها حتى التكتلات اللي موجوده مال المعجون كلها تروح. طبعا هسه انا ايش ضفت اللحم، ماشي، وضفت مي اللحم عليه، وراح اضيف بعد كميه، خليه اخلط حتى المعجون وعصير الطماطه يتوزع بشكل متساوي. طبعا هسه انا ضفت ملح بحدود الخاشوقه الوحده يعني، وراح اذوقها بعدين اذا احتاج بعد ملح اضيف لها. وايضا ضفت لها القليل من الليمندوزي. الباميه صارت جاهزه. هاي بس اراويكم اياها صحيحه، ما ممروده، لكن مستويه ومهروسه.